يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم دجاج مشوي بخلطة الزعتر. وصفة اليوم هي على طريقة والدتي، كانت زمان تعمل لنا إياها، صراحة من أطيب خلطات الدجاج. بتحس البيت لما تيجي تعملوها ريحتها كلها مناقيش، فتخيلوا زي كأنكم بتاكلوا مناقيش دجاج، ما تتخيلوا قديش طعمها طيب. تعالوا أورجيكم كيف رح أعملها بالتفصيل خطوة بخطوة. بالنسبة للدجاج اليوم راح أستخدم الدجاج الكامل، وأكيد ممكن تستخدم الدجاج المقطع جاهز. أنا جبته كامل حتى أقطعه بالطريقة اللي أنا بدي إياها، وأكيد طريقة التقطيع بترجع لكم، بس راح أورجيكم طريقتي. قلبت الدجاج على بطنها، بعدها قطعتها من جهة الظهر. هاي طريقة التقطيع بيحكوا لها الفراشة. كمية الدجاج اللي استخدمتها بالوصف اليوم هي 3، ووزن الدجاج بين 1200 ل 1300 جرام. قلبتها بهاي الطريقة وراح أكبسها من جهة الصدر حتى تفتح معي أكثر. هيك عندي الدجاج صار جاهز. طبعا بنظفه كثير منيح وبصفيه تماما من المي. للتتبيلة ملعقة صغيرة من الكركم، البابريكا، ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، بصل بودرة وثوم بودرة. رح أنزل هون ملعقة كبيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، والبطل عنا هو الزعتر. طبعا الزعتر اللي استخدمته هو الزعتر المحوج اللي بيكون معه السمسم بالإضافة للسماق. هلا هون راح اخلطهم كثير منيح، بنزل عليهم نصف كوب من عصير الليمون، وراح نحتاج هون كمان ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، وراح انزل نصف كوب من زيت الزيتون، ممكن تحطوا اكثر. طيابة هذا الدجاج انه تكثروا فيه زيت الزيتون. بخلطهم كثير منيح. هيك عندي الدجاج بعد ما نظفته. هل هون راح أعمل توسع بالجلد حتى أدخل التتبيلة فيه. هون راح أنزل التتبيلة وراح أفرك الدجاج كثير منيح بالتتبيلة، يعني زي كأنكم بتعملوا له مساج. وراح أترك الدجاج منقوع أقل شيء مدة 3 ساعات بالتتبيلة حتى تاخذوا الطعم الطيب. إذا حبيتوا تعملوها قبل بيوم كمان بيكون أحسن وأحسن. راح أحكي بالنسبة للبهارات، إذا حبيتوا تعدلوا عليها برجع لكم، بس هاي أطيب نوع بهارات ممكن تحطوه مع هاي الخلطة. هيك عندي طبعا الدجاج جاهز. هلا هون رتبته بالصينية، وراح احط هون على الوجه ملعقة صغيرة من الزعتر، كمان هون بتعطي طعم طيب. بالنسبة للبصل انا هون استخدمت الروس الصغيرة، اذا حبيتوا تحطوا شرائح تحت الدجاج اكيد بصير. اخر اشي هون راح احط على الوجه قبل ما اغطي الصينية كمية من زيت الزيتون، طبعا كمية بسيطة. وراح انزل بالصينية هون كوب من المي اللي نزلته هون هي المي الباردة. هلا هون راح أغطي الصينية بورق الزبدة، بعديها بورق القصدير، لازم تغطوها كثير منيح. بدخل الصينية فرن حامي على درجة حرارة 220 الرف الوسط، المدة تقريبا مدة ساعة. بعد الساعة بطلع الصينية وبكشف عليها حتى أحمرها. قبل ما أدخل الصينية الفرن هون راح أعمله، راح أحط شوي من الدهن الموجود عندي بالصينية على الدجاج. طبعا هاي خطوة كثير مهمة حتى تطلع معكم التحميرة طيبة، ودرجة التحمير أكيد بترجع لكم. طبعا هون أنا دهنت كل الدجاج، بعدها دخلته تحت الشواية حتى أخذ معي اللون الذهبي وطلعته. هلا هون رح نحكي عن طريقة التقديم. طبعا هون استخدمت الخبز المشروح، وأكيد ممكن تستخدموا خبز الكماش. حطيت الزيت اللي كان عندي بالصينية ووزعته هون على كل الخبز، وحطيت كمان هون رشة من الزعتر تقريبا ملعقتين كبار. رجعت دخلت الخبز تحت الشواية حتى تحمر عندي وتسبكت النكهة، وعلى طول هون رجعت حطيت الدجاج وبعديها قدمته. ما شاء الله يا جماعة، الطعم ولا غلطة، من أطيب خلطات الدجاج. شو ممكن إنه نقدم جنبها؟ قدمت جنبها لبن بخيار، طلع طعمه غير شكل. وهي وصفتي لليوم. إذا حبيتوها وعجبتكم ما تنسوا دعم قناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.